قال بأنه الخلاف على أشده مع عزم، ما بين تقدم وعزم في موضوع احتساب الوزارات. أولا، هل رئاسة البرلمان للسيد هيبة الحلبوسي تحتسب بنقاط على تقدم لو هي بدون نقاط؟ الرئاسات بدون نقاط، وهذه تم الاتفاق عليها مع الأخوة في الإطار باجتماع اللي حضر كل الرئاسات. كاك نيجرفان من اجى قال اليكتي ما يستلم اي هو وزاره يطالب، لانه يطالب يعني اخذ نقاطه يعني برئاسه الجمهوريه. السيد رئيس الوزراء قصدي بالمجلس السياسي الاخوان بعزم عندهم نعم وجهه نظر في هذا الموضوع؟ الاتفاق من كل المجلس السياسي عدا الأخوة في عزم. الأخوة في عزم دائما لهم رأي مخالف لتوجهات المجلس السياسي، ابتداء من رئاسة البرلمان وانتهاء بهذه القضية. غير اكو استناد على حجج موضوعية يعني؟ الحجج الموضوعية، احنا رئيس الوزراء ممثل للمكون الشيعي او الإطار، مكون يعني ممثل عن الإطار، كل فاعل إلى وضعه الخاص. بالضبط. إن المجلس السياسي مكون من 6 شخصيات. طيب، من هذه ال6 شخصيات 5 موافقة على أن لا يكون تكون النقاط لرئيس الوزراء رئيس البرلمان من حصة تقدم باعتباره هو لم يكن مرشحا لتقدم بقدر ما هو مرشح المجلس السياسي الوطني. والكتاب الذي ورد في الترشيح عنوانه هو السيد الشيخ هيبة الحلبوسي مرشح المجلس السياسي الوطني وليس مرشح حزب تقدم. إذن بدون هذا يشبه يشبه المكلف في الإطار، ويشبه السيد السوداني، تمام، ويشبه السيد الكاظمي، وكل حتى العبادي هو لم يكن من حصة حزب معين.